التكست او النص جزء اساسي من اي تحريك وجزء اساسي من اي لوجو انيميشن. عشان كده في الفيديو ده هشارك معاكم 3 طرق مختلفة لتحريك النص. انا احمد صقر، مصمم موشن جرافيك ومتخصص في تحريك الشعارات والهويات البصرية، ودي قناة موشن ويزارد. اول حاجه بنعملها بنظبط الملف بتاعنا على الإليستريتور وبندخله على الافتر افكت زي ما احنا شايفين، وهاجي هنا على الكومبوزيشن الاساسي بتاعي من قائمه البروجكت وهعمل دوبليكيت مرتين كمان عشان خاطر يبقى عندي 3 نسخ من الملف الاصلي، لان انا لو عملت دوبليكيت من اي مكان تاني النسخ هتبقى شبه بعضها. اول واحد فيهم مفتوح عندي بالشكل ده، والفايل عندي عباره عن 2 لاير. هقف على اللاير بتاعت الباك جراوند هنا واعمل لها كنترول ال عشان خاطر تتقفل. بعد كده هعلم على اللاير الاساسيه دي بتاعت موشن ويزارد واضيف عليها الافكت بتاع لينير وايب. ادوس من هنا لينير وايب، هضيف الافكت بالشكل ده. الافكت ده زي ما احنا شايفين بيبدا يرسم الشكل بتاعي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين او من فوق لتحت زي ما انتم شايفين، وهكذا. لو جينا هنا حركنا ده بالشكل ده زي ما انتم شايفين على حسب الزاويه اللي انا حاططها، يعني حتى ممكن اعمل الشكل بتاعي بزاويه 45 او بزاويه 30 وهكذا. فلو جيت هنا وحطيت كي فريم هنا، بعد كده مشيت 20 فريم او 30 فريم وبعد كده حطيت كي فريم تاني، هدوس على اليو من الكيبورد عشان خاطر احط كي فريم هنا، او بمجرد ان انا معدل القيمه دي هيبدا يتحط لي كي فريم لوحده. بعد كده هعلم على الاثنين وادوس F9. بعد كده افتح الجراف اديتور واعلم بالشكل ده، اسحب دي كده شويه عشان خاطر اظبط الايزنج بتاعنا. بعد كده اجيب دي كده شويه، اشد هنا كمان شويه تاني واشغل واشوف الحركه ظهرت بالشكل اللي عندي ده. طيب هل ممكن اضيف حاجه معينه تخلي الحركه بشكل احسن؟ طبعا ممكن. هنا اعمل دوبليكيت لللاير دي، كنترول دي، بعد كده اشفتها بس 2 فريم او حاجه. بعد كده على اللاير اللي تحت هنا هضيف افكت فيل زي ما احنا شايفين. لو انا عملت سولو على اللاير دي لوحدها اداني فيل باللون الاحمر لان هو ده اللون الديفولت بتاعي. ممكن اخليه باي لون تاني. لو شلنا السولو من هنا وبعد كده جينا هنا على الاي دروبر دي وزومنا هنا كده شويه وعلمنا على دي فخليناها لونها اصفر، لما نيجي نشغل كده هنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين يعني اداني شكل لطيف شويه. لو في لون تاني مختلف بس يكون من الباليتا بتاعتنا، ودي تركية مهمه جدا، لو انا حطيت لون مختلف في الفيل احاول ان انا اجيبه من الباليتا للهويه اللي انا شغال بيها. دي نقطه مهمه جدا في الهويه وفي البراندنج. هل ممكن اعمل حاجه تاني؟ ممكن اجي هنا واخلي الفيذر بتاع اللينير وايب وليكن 30. طبعا هعمل كده هنا في اللي تحت وفي اللي فوق. ده هيخلي الحركه كانها فيها نعومه شويه من على الاطراف. نشغل كده ونشوف كده شكلها بقى اشيك شويه، بس على حسب الحركه وحسب الشكل اللي انت عاوزه، على حسب طبعا البراند بتاعك. بعد كده نيجي هنا عند قائمه البروجكت ونختار الكومبوزيشن الثاني عشان نبدا نطبق الفكره الثانيه في التحريك. طيب الفكره الثانيه معتمده على اساس ان كل حرف من دول على لاير لوحده. طيب هو هنا جاي على لاير واحده، ازاي احل الموضوع ده؟ اول حاجه اعمل زي ما عملت من شويه واعلم على الباك جراوند هنا وادوس كنترول ال عشان خاطر اقفلها. بعد كده اقف على اللاير بتاعتي هنا موشن ويزارد واشوف عدد الحروف عندي هنا كام، وعلى اساسهم اعمل دوبليكيت لعدد اللايرز. طبعا وزي ما بنقول دايما الاحسن ان احنا نكون مقسمين الحاجه دي على لايرات على الإليستريتور او الفوتوشوب، لكن انا دلوقتي تعمدت اعملها بالشكل ده عشان خاطر لو قابلتنا المشكله دي نشوف بنحلها ازاي. هنيجي هنا ونشوف عدد الحروف زي ما قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فبالتالي انا عندي كده هنا لاير واحده، فمحتاج اعمل دوبليكيت 11 مره. دلوقتي بقى عندي 12 لاير. هقف على كل لاير واعمل عليها ماسك. هدوس على حرف الجي من الكيبورد، بعد كده ادوس هنا كده واعلم على اللاير دي بالشكل ده لحد ما حددنا حرف الام. بعد كده انزل على اللاير اللي تحتها عن طريق ان انا دوست كنترول وسهم لتحت عشان يقف على اللاير اللي تحتها، واعمل نفس الكلام ازوم كده هنا عشان خاطر يجيب لي بس الحرف اللي انا عاوزه. لو عملت حاجه غلط زي كده دوس كنترول زد وارجع اكمل تاني الماسك بتاعي بدون اي مشكله. هكمل بقى باقي الخطوات بسرعه عشان خاطر بس الوقت، لكن الفكره وضحت. احنا دلوقتي خلاص خلصنا وعملنا ماسك على كل لاير لوحدها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي نعلم عليهم كلهم بالشكل ده ونقف عند اول الكومبوزيشن ندوس Alt Shift B وAlt Shift T، وبعد كده نمشي 20 فريم وندوس برضو Alt Shift B وAlt Shift T. نيجي عند الاول وندوس Shift سهم يمين عشان خاطر يخشوا كده شويه وياخدوا كي فريم في البوزيشن وندخلهم شويه كمان. بعد كده عند الاوباسيتي نخليها 0%. بعد كده نعمل شيفت بي عشان خاطر بس نلغي البوزيشن ونعلم على الاوباسيتي كله بالشكل ده. ندوس شيفت عشان نعلم على الباقي، وبعد كده ندوس F9 عشان خاطر يعمل ايزنج. بعد كده ندوس حرف البي من الكيبورد، بعد كده نعلم عليهم كلهم برضو بالشكل ده وندوس F9. بعد كده ندوس على الجراف اديتور من هنا نعلم عليهم بالشكل ده، وبعد كده نسحب عشان نعمل نفس الايزنج اللي احنا عملناه من شويه.
نعلم برضو كده هنا، نعلم سيلكت الاول، بعد كده نسحب بالشكل ده، نشغل ونشوف. الحركه بقت زي ما انتم شايفين كده ناعمه. بس دلوقتي ايه فايده الماسكات اللي انا عملتها؟ فايدتها ان انا هاجي دلوقتي هعمل شيفتنج ما بين الليارات عشان اشوف النتيجه بقى شكلها عامل ازاي. اوقف كده واشوف، ادوس حرف الام من الكيبورد عشان خاطر يعمل لي بس مانيمايز، بعد كده اعلم على الليارات كلها واعمل شيفتنج ما بين كل واحد والتاني حوالي فريم او 2 فريم. طيب انا ممكن اعمل كده بشكل مانوال او بمنتهى السهوله، عندي كذا بلجن او كذا سكريبت بيعملوا الموضوع ده. منهم البلجن اللي هو موشن تول بانل، كنا اتكلمنا عنه قبل كده. لما بقف على كام لاير مع بعض وبعد كده بدوس على السيكونس كده، بيبدا يحركهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ويخلي الفرق ما بين كل واحد والتاني واحد فقط. لو دوست هنا 2 او 3 هيزودهم، لو دوست واحده تانية هيزود واحده كل ما اضغط. اشغل كده واشوف. الحركة حلوة بس محتاجها تبقى أحلى شوية، فهاجي في الأول وبعد كده أدوس على حرف اليو من الكيبورد، بعد كده أدخلهم شويتين 3 كمان. طبعا هم مش باينين عشان الأوبستي 0، لكن دلوقتي الحركة هتبقى أقوى شوية. بعد كده أدوس حرف الإم عشان أقفل وأشغل أشوف. الحركة كده بقت أجمد شوية. بعد كده لما نعلم عليهم تاني كلهم ونيجي نعمل الشيفتنج تاني ونشغل ونشوف، الحركة طبعا بقت كده أحسن بكتير جدا جدا جدا. نشوف كده مع بعض. زي ما انتم شايفين الحركة كده حلوة وناعمة، وبنشوفها كتير في كذا لوجو او كذا تكست او كده. وزي ما انتوا خدتوا بالكم الحركه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت كتير. دلوقتي هنخش على ثالث حركه واشيك حركه، والحركه دي ممكن نعمل ميكس ما بين الحركه الثانيه والحركه الثالثه، او ممكن نعملها لوحدها. طيب ازاي عشان نبقى فاهمين؟ خلينا نفتح دلوقتي ثالث بروجكت، نخش هنا كده ندوس عليه، هيفتح لنا برده الفايل اللي كان داخل الاساسي بس ما حصلش عليه برده اي تعديلات. طيب ايه الفكره اللي انا هعملها دلوقتي؟ الفكره اللي انا هعملها دلوقتي ان انا هعمل دوبليكيت مره واحده بس لللاير دي، كنترول دي، وعلى اول واحده هعمل ماسك بس على حرف الام. هاجي هنا ادوس كده لحد ما اعمل ماسك على حرف الام، تمام. وتاني واحده هعمل ماسك على بقيه الحروف كماسك واحد. طيب بدل ما اقعد اعيد الشكل ده تاني من الناحيه التانيه، ممكن اقف هنا وادوس على حرف الام واختار الماسك بتاعي كنترول سي، بعد كده هحطه هنا كنترول في، ادوس ام عشان اظهر الماسك واخلي ده انفيرتد، فبقى عندي ده كده حرف الام لوحده، وبقى عندي ده كده بقيه الكلمه لوحدها، تمام. طيب هعمل ايه برضو؟ ركزوا معايا عشان الحته دي ممكن تبان صعبة أو تلخبط، لكنها سهلة جدا جدا وحلوة جدا جدا. هعمل الآتي: أتأكد الأول إن أنا مش واقف على حاجة، بعد كده أدوس على حرف الجي من الكيبورد، بعد كده هاجي هنا عند طرف حرف الإم بالشكل ده، وهبدأ أعمل شيب لاير بحيث إن هو يبقى بدايته من ورا حرف الإم أو من على الحواف بتاعتها بالشكل ده. هعدل الحواف بتاعته دلوقتي، وأهم حاجة إن هو يغطي الشكل بتاع موشن ويزارد بالشكل ده. خلينا نكمل كده الشكل بتاعنا، حتى لو هو شكل وحش ما عنديش مشكلة، أنا المهم إن هو يكون بادئ من هنا. هدوس حرف الفي بس عشان ابدا اعدل الحدود بتاعت الشيب بتاعي، يعني هجيبه كده شويه واجيب ده كده شويه، تمام. الشيب ده ما يهمنيش شكله تماما لان هو هيختفي ازاي هنشوف دلوقتي. طيب ايه فايده الشيب ده؟ الشيب ده انا هاجي عند البيرنت هنا واربطه بحرف الام، حرف الام اللي هو ده عشان ما نتلخبطش ممكن نسميهم، وادوس انتر من الكيبورد وهسمي ده ام، وهاجي هنا هسمي ده زي ما هو مش هغيره على اساس ان هو ده بقيه الكلمه، مش مشكله. بعد كده وبعد ما ربطنا الشيب ده بحرف الام، هنيجي عند بقيه الكلمه ونقول لها عاوزينك تظهري من خلال الشيب ده. طيب هنعمل كده ازاي؟ هنيجي هنا هنمسك البيك ويب دي اللي هي عند الميت، وبعد كده هنحطها على الشيب لاير. اللي حصل دلوقتي ان الشيب اختفى وبقيه الكلمه ظهرت. طيب انا كده حتى الان ما عملتش اي حاجه، اللي انا عاوز اعمله هيبان دلوقتي. هاجي عند الثانيه رقم 1 وهقف على اللاير بتاعت حرف الام فقط اللي هي مربوط بيها الشيب، وهعمل الت شيفت بي عشان خاطر اضيف كي فريم في البوزيشن. بعد كده هاجي عند بدايه الكومبوزيشن وادوس شيفت وسهم يمين، وهبدا احرك حرف الام بتاعي لحد ما يغطي الشكل كله. لو انتوا شايفين مش حرف الام هو اللي بيغطي الشكل بتاعي، لكن لان الشيب لاير مش ظاهره دلوقتي، او بمعنى اصح الشيب لاير بتتحرك مع حرف الام، وكل ما تتحرك بتقول لي ان انا كده مش هبين الكلمه الثانيه. فلما اجي هنا كده واشغل واشوف، هلاقي ان الكلمه دي بتبان من خلال حرف الام، او يبان انها بتبان من خلال حرف الام. طبعا عاوز اعمل ايزنج، بس المره دي هعمله بطريقه مختلفه، الطريقه اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. هاجي هنا على الكومبوزيشن اللي فات وهمسك اي لاير وادوس حرف اليو من الكيبورد، انا عاوز امسك البوزيشن هو ده اللي كنت عامل فيه ايزنج، وهاجي هنا عند ايز كوبي هدوس كوبي. بعد كده هاجي هنا واعلم على الاثنين دول وادوس ايز، اشغل كده واشوف. زي ما انتم شايفين الحركه طلعت ناعمه وجميله وسلسه. ممكن اجي هنا وامسك الكي فريم ده واسحبه كده شويه بحيث ان هي تطلع اكثر سلاسه. اشغل كده واشوف.
بالنسبه لي الحركه ممتازه جدا، اظن دي من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها كتير وممكن بعضكم ما يكونش عارف هي بتتعمل ازاي. طبعا احنا ممكن نعمل ميكس ما بين الشغل اللي اتعمل هنا والشغل اللي اتعمل هنا عن طريق ان احنا نعمل شيب برضو ونربطه بحرف الام زي ما عملنا هناك، ونخلي حرف الام يبدا من هناك، وفي نفس الوقت هخلي الحركه بتاعت الشكل بتاعي موجوده، فبالتالي ده هيديني تاثير مضاعف. خلينا نعمل كده بشكل سريع. بما ان احنا عندنا الشيب لاير ده موجود هنا، فهدوس كنترول سي من هنا، بعد كده هقف هنا واحطه هناك هنا كنترول في. بعد كده هاجي بس عند اخر الشكل بتاعي، انا شايف الحدود بتاعه الشيب، وبعد كده هجيبه هنا كده لحد ما يلمس حرف الام بالشكل ده. بعد كده هاجي عند حرف الام نفسه اللي هو المفروض اول واحد، وهربط الشيب لاير بيه بالشكل ده. بعد كده هاجي عند بقيه الحروف اللي هي بتمثل بقيه الماسكات، وهعمل هنا بيك ويب بيرنت للشيب لاير ده. لما اجي اشغل كده واشوف هلاقي ما حصلش حاجه. ليه؟ لان انا المفروض فقط اللي محتاج اعمله ان انا هاجي هنا في الاول خالص واخلي حرف الام ده يجي يظهر من بعيد من بره خالص، من بره الشكل بتاعي. لما اجي اشغل كده زي ما انتم شايفين انا محتاج اقربه شويه، مش محتاجه يبعد كل ده، انا محتاجه ان هو مثلا يبدا من هنا كده. اشغل كده واشوف زي ما انتم شايفين الحركه كده بقت شيك ولطيفه شويه. ممكن العب في الفريمات، ممكن العب في الكي فريمات، ممكن العب في اللايرز لحد ما اوصل لاحسن شكل انا عاوز اوصل له. شكرا ليكم يا شباب، وشكرا للي شاف الفيديو لحد دلوقتي. اتمنى ان انا اكون بقدم حاجه مفيده ليكم. اللي عنده اي نصيحه او استفسار او تساؤل يقول لي، ولو حد عاوز حاجه معينه ممكن نشرحها يقول لي برضه، وممكن ان شاء الله نتكلم فيها. شكرا ليكم، اشوفكم على خير، سلام عليكم.